بعد سنين من الغياب باسم يوسف رجع في حلقة قلبت السوشيال ميديا، وده اللي هيفرق بين اللي مش خايف يتكلم واللي مستني الأوامر عشان يقول رأيه. تعالى وانا فهمك الحكاية. الحلقة بدأت بهدوء، لكن من أول دقيقة كان واضح إن دي مش مقابلة عادية. أحمد سالم كان مجهز أسئلة تقيلة، وباسم يوسف كان راجع بعد سنين طويلة، فطبيعي الناس كلها تتابع وتشوف هيقول إيه. في الأول اتكلم عن حياته في أمريكا، حكى إنه لما سافر بدأ من الصفر تاني، اشتغل في برامج صغيرة وقدم فقرات عن الديمقراطية والحرية، واتكلم عن تجربته هناك، ازاي البلد دي بتدي مساحة للناس تتكلم، وازاي ده خلاه يشوف الفرق بين النقد اللي بيبني والنقد اللي بيهد. قال كمان انه في امريكا فهم معنى الحرية الحقيقي، وانها مش انك تقول اللي عايزه وخلاص، لكن انك تكون مسؤول عن كلامك وتعرف ان لكل فعل نتيجة. وقال ان النجاح اللي حققه هناك لسه حاسس ان جزء كبير منه متعلق بمصر، وان عمره ما نسي بلده ولا الناس اللي بدأت معاه من الاول. بعد كده احمد سالم دخل في النقطة اللي ولعت السوشيال ميديا، سألوا عن الانتقادات اللي بتتقال عليه وإنه بقى بيهاجم مصر من بره، ومن هنا الجو اتغير شوية. بس باسم كان واثق من نفسه جدا، قال إنه مش بيهاجم، هو بس بيقول رأيه بصراحة، وإن البعد مش معناه إنك ضد بلدك، بل بالعكس ساعات اللي بره بيشوف الصورة أوضح من اللي جوه. وباسم وضح أكتر إنه ضد الكذب والتزييف، وإنه بيحب بلده لكن مش هيجامل على حساب الحقيقة. قال إن النقد مش خيانة، وإن السكوت عن الغلط هو اللي فعلا ضد البلد. بعدها الحوار راح في اتجاه السياسة والإعلام. باسم اتكلم عن تجربته زمان مع البرنامج، وإزاي الشهرة جت بسرعة، وبعدها المشاكل والقضايا. حكى عن خوفه وقتها على فريقه، وإزاي اضطر يوقف البرنامج عشان ما يعرضش حد للخطر. بس رغم كل ده قال إنه فخور بكل لحظة عاشها، لأنها علمته إن الكلمة ليها تمن، وأحيانا التمن بيكون غالي جدا. بعدها اتفتح موضوع حبايبنا اللي ما يتسموش، وده كان الجزء اللي خلى الحلقة تولع. اتكلم باسم بهدوء وقال إن ضد اللي ما يتسموش ومع الشعب الغالي، لكن ضد فكرة تحويل الصراع لحرب أديان. قال إن القضية أكبر من مجرد سياسة، هي قضية إنسانية وعدل قبل أي حاجة. باسم كمل كلامه عن الإعلام وقال إنه تعب من فكرة إنك لازم تبقى مع أو ضد. قال أنا مش عايز أعيش حياتي يا خاين يا بطل، عايز أعيش بني آدم عنده رأي. الكلام ده خلى السوشيال ميديا تتفجر. نص الناس شايفين انه بيتكلم بعقل واتزان، والنص التاني شايفين انه بيحاول يرضي الغرب بكلام دبلوماسي. بس عايزين نعرف مين باسم يوسف عشان تقدروا تحكموا عليه وعلى توجهاته. باسم يوسف في الأصل ما كانش مذيع ولا حتى بيحلم يبقى مشهور، ده كان دكتور جراح قلب، خريج طب قصر العيني، وخدم في الجيش كمان، زي ما بقولك كده. لكن بعد ثورة يناير 2011 الدنيا اتقلبت. الناس كانت محتاجة اللي يخفف عنها، اللي يضحكها من قلبها. جاب كاميرا ولابتوب في أوضته وبدأ يسجل فيديوهات على اليوتيوب، سماها باسم شو، فيديو بسيط لكن قلب الإنترنت. في أيام قليلة بقى حديث الناس، والبلد كلها بتستنى الحلقة الجاية. إيه يا جماعة ولا مسلسلات رمضان؟ النجاح ده خلى القنوات تجري وراه، هيتجننوا عشان يتعاقدوا معاه. المهم تعاقد مع اون تي في، وبدأ البرنامج نسخة مصرية من ذا ديلي شو. ما كانش بيرحم حد، سياسيين، إعلاميين، وحتى نفسه ما عتقهاش. السخرية كانت لعبته اللي لعبها صح، والناس حبته، بس كمان كتير خافوا منه. كل كلمة كان بيقولها بتقلب السوشيال ميديا، ترندات، جدال، انتقادات. بس النجاح كان زي الطوفان. بسبب النجاح ده قناة اون تي في اللي كانت ملك نجيب ساويرس تعاقدت معاه، وبدأ يقدم البرنامج في منتصف 2011. سنة 2013 كانت نقطة تحول. أول قضية اتفتحت ضد باسم، اتهموه بإهانة الرئيس محمد مرسي وبالإساءة للدين. اتقبض عليه فعلا وخرج بكفالة 15,000 جنيه. القضية اتنقلت للعالم كله، من CNN للبي بي سي. كان أول مرة يشوف فيها إعلامي مصري بيواجه النظام بالسخرية. لكن بعدها قناة CBC وقفت البرنامج فجأة، وقالت إن المحتوى مش مناسب لسياستها، والناس كلها فهمت إن في ضغط سياسي واضح، وده زود شهرته واحتاروا في تصنيفه، ده عميل ولا بطل كبير ومحدش أخد باله. المهم باسم ما استسلمش، نقل برنامجه لقناة MBC مصر. لكن بعد حلقتين اتقفل البرنامج نهائي. الدنيا كانت سخنة، تهديدات، هجوم، غرامة ضخمة وصلت ل50 مليون جنيه. ساعتها قال جملته اللي اتشهرت جدا:
أنا مش قادر أشتغل، أنا خايف على نفسي وعلى فريقي. بعدها اختفى من الإعلام المصري تماماً، واختفى معاها الضحك السياسي اللي كان بيحرك الشارع كله. باسم سافر أمريكا وبدأ من الصفر. هناك اشتغل على برامج جديدة بالإنجليزي زي ديموكراسي هاندبوك، وبدأ يقدم محتوى سياسي ساخر عن العرب والعالم، وظهر في برامج عالمية زي The Daily Show أو The Ellen Show. حتى شارك في أمريكا's Got Talent بفقرات كوميدية عن مصر، والناس هناك انبهرت بيه. لكنه كان دايما بيقول أنا طلعت من مصر بجسمي بس قلبي لسه هناك. وبعد سنين من الغياب، المفاجأة في 2023 باسم يوسف رجع يظهر على التلفزيون المصري في لقاء إعلامي اتكلم عن أمريكا وعن معنى الحرية وعن السخرية اللي ممكن تكون رسالة مش حرب. الحلقة دي كانت ترند رقم 1 في مصر كلها. الناس اتقسمت، في ناس قالت رجع أقوى من الأول، وناس قالت رجع بس بحسابات جديدة. إنما الأكيد إن رجوعه عمل ضجة زي أول مرة طلع فيها. نسيب ده كله ونشوف باسم اتجوز مين وعلاقتهم ايه ببعض. مراته هالة دياب الفلسطينية، وعايشة حاليا مع باسم في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. درست الطب وبتشتغل جراحة قلب وصدر، ومعاهم نادية وآدم بيحافظوا على حياتهم الخاصة بعيد عن الأضواء. كده خلصت لكم الحكاية. عايزة أعرف رأيكم، النقد من بره خيانة ولا شجاعة؟ ولو البرنامج رجع النهاردة تتفرجوا عليه ولا لأ؟